يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الرزق، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. النهاردة ان شاء الله بس جاية من السوق واشترينا سمك. تمام. يا زي ما بنقول يا حلاوة السمك يا جماله يا صباح كل حاجة جميلة ان شاء الله بإذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين معانا هننضف كده السمك مع بعضينا بإذن الله، مع بعض كده شوية حركات شوية تكات كده والسمك يؤكل. انا عارفة ان جايبة نسبة قليلة المرة دي. تمام. فبسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. سمك مش عايزة اقول لكم طازة بس هو مش طازة يعني. عشان ما اكذبش عليكم الطازة بيبان عليه ان هو طازة. اقول لكم دلوقتي هتعرفيه ازاي سمك طازة عندك ولا مش طازة. وعايزة اقول لكم على حاجة شوية حاجات كده وتكات بسيطة جدا للسمك بقى اللي ايه، الملوحة. طبعا ناس كتير قوي انا عملت معاكم الملوحه وهنزلكم الفيديو بتاع الملوحه باذن الله في اول كومنت كده. هبدا انزلكم السمك الملوحه تعرفيه ازاي. شايفين نوع السمكه دي؟ شايفينها؟ ده بقى سمك الفسيخ او سمك الملوحه اللي انا بقول لكم عليه. اللي انت اول ما تشتري سمك تلاقي فيه الحاجه اللي زي كده على طول تسيبي بقى ايه، تمسكيه تحطي له شويه ملح على شويه توابل كزبره كمون فلفل اسود عليك وعلى الشطه والملح الاطرش. اشتروا ما عندك شطه وفلفل اسود. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله حاجه خيال. تمام. طبعا بدون ان تنضيف يتغسل بس وتسيبيه كده يتصفى. تمام على الحاجه كده معموله كده وبسم الله ما شاء الله اللهم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. احلى سمك عندك. احسن من انت بتشتريه من بره. وزي ما عارفه بيتحط بقى في المصافي وبيتحط في حاجات، في صفايح. فحاجه البيت زي ما قلت لكم لا يعلى عليها. طبعا النهارده هننضف مع بعض السمك بس الحلو ده. وهنعمل بقى طواجن السمك في البوتاجاز بتاعنا ده. تمام. على الصاج اللي انا حطاه ده عاملاه. فان شاء الله باذن الله مع بعض كده مش هنجلي سمك. انا جليت معاكم السمك بس انا هوريكم حلاوه السمك ده هيتعمل ازاي. الكميه قليله انا عارفه بس انا ما كترتش لان انا تعبانه. تمام وقد النفس يعني وقلت لحد ما يخف عندي البرد وكده لان يا جماعه زي ما احنا عارفين السمك بيفتش زي ما بيقولوا بيفتش ايه البرد او حاجه زي كده. فتمام فانا ان شاء الله باذن الله دول 2 كيلو. تمام انا كنت شارياهم 2 كيلو دول انا جايباهم ب15 جنيه الكيلو ب15 جنيه. تمام. دول بقى اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. دول بقى يا ست لوزة. دول 2 كيلو. هناكل سمك بقى وهنعمل فسيخ ان شاء الله باذن الله. وهنزلكم الفيديو كمان بتاع الفسيخ باذن الله باذن الله مع بعض ان شاء الله. ده السمك ده اللي هو الدهني ده. تمام. ده يا جماله بقى في الفسيخ وانا جربته وبسم الله ما شاء الله حاجه تحفه حاجه خير. يلا بقى ندخل كده في الفيديو في التنظيف قبل ما الوقت معايا ايه يمد كده ونقول ايه الوقت معاكي ايه راح. يلا بقى هنبدأ نجيب الحاجة بتاعتنا ونرجع تاني ان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات الجميلة بتاعتنا ان شاء الله. طبعا رجعنا تاني اهو زي ما انتم شايفين معانا بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى دي اول طريقة انا ببدأ اعملها من بعد ما انت تنضفيها بايدك. وعلى فكرة مش هتاخد معاكي وقت ولا اي حاجة. بالقطعة بتاعت اللحمة بتاعتك. طبعا دي موجودة عندنا اي حد بيذبح مثلا او اي حاجة. انا جايباها اللي هي اللي نقول عليها المهم هي خشبة زي كده بتقطع عليها اللحمة وكده. فهتجيبيها وبالسكين معاكي تخبطي تخبطين كده ومن هنا على طول هيبدأ معاكي ويتشال. وممكن تعملي في أقل من 10 دقايق تعملي 2 كيلو أو 3 كيلو. يلا كده هنبدأ معاكم عشان نشوف حلاوة والجمالة بتاعت السمك بتاعتنا إن شاء الله.
وخلاص كده ان شاء الله باذن الله هجرب معاكم اكتر من سمكه. جربي الخطوات والتكات دي وبسم الله ما شاء الله. على فكره السطح ده جميل جدا جدا، زي ما قلت لك بنستخدمه في كل حاجه. لو انت عايزه تطبخي طبخ تمام، عايزه اقول لكم على حاجه كمان. انا هبدا باذن الله، انا هبدا باذن الله اعمل مطبخ بسيط كده على القد ان شاء الله باذن الله. وعايزين نطبخ على السطح بشويه حركات وتكات. اي ست مصريه هتبدا تعمل الحاجات والاكل المصري، الاكل الجميل بتاعنا باذن الله. وهنبدا ان شاء الله باذن الله. طبعا ده بعد التنظيف انا قطعت البوج طبعا وطلعت الخياشيم، عشان الخياشيم ده مليان امراض. ودي بقى النتيجه، والقطه بتاعتنا اكلت اهو. بدل ما انتي هتجيبيه. وهنعمل دلوقتي فسيخ اللي هو الاتنين دول. انا بعرف اعمله فسيخ بسم الله ما شاء الله، بيبقى جميل جميل. انتظروني بقى في فيديو جديد وفيديو اجمل من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.